اشاعات كتيره اليومين دول طالعه حوالين العلاج الطبيعي، مرضى الروماتيزم ما يعملوش علاج طبيعي، وفي دكاتره جراحين عمود فقري يروحوا يقولوا اوعى تعمل علاج طبيعي. العلاج الطبيعي مهم جدا يا جماعه، بالذات لمرضى الروماتيزم. النهارده هكلمكم ازاي العلاج الطبيعي ممكن يساعد مرضى الروماتيزم. اهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. العلاج الطبيعي هو علاج فيزيائي، بنقسمه احنا كده كدكاتره: علاج كهربي، وعلاج يدوي، وعلاج مائي. والعلاج المائي بقى دلوقتي انتيتي او نوع مهم جدا، وبقى فيه مراكز كتيره في مصر بقى فيها انك تعمل التمارين في الميه. والحقيقه بقى فيه اخصائيين علاج طبيعي متعلمين كويس قوي، واخدين شهادات من اعلى المؤسسات العالميه في الموضوع ده. وده طبعا مفيد جدا 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 لمرضى التيبس الفقاري، مرضى التيبس الجلدي او السكليروديرما، مرضى الروماتويد، مرضى الخشونه، ومرضى الام العمود الفقري. طبعا ده على سبيل المثال وليس الحصر. نيجي لتاني حاجه، العلاج الكهربي. طبعا الاجهزه تطورت كتير، واي مركز علاج طبيعي دلوقتي بيعلن ان عنده الجهاز الفلاني والجهاز العلاني. بس انا بزعل قوي لما يبقى الجلسه عباره عن اجهزه بس والمريض يمشي. ليه بقى؟ لان العلاج الكهربي كل دوره هو يا اما يسكن الالم، يا اما انه يجهز العضله عشان التمارين العلاجيه والعلاج اليدوي يجيب نتيجه. وبالتالي لما اروح انا اعمل جلسه علاج كهربي بس مقبول في اول جلسه، تاني جلسه، لان ساعات الالم بيزيد في اول 3 جلسات. انما مش مقبول ان يبقى جلسات العلاج الطبيعي 12 جلسه عباره فقط عن علاج كهربي وشد فقرات. وبالتالي يبقى مهم جدا 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 نبقى فاهمين واحنا رايحين المركز للعلاج الطبيعي ان الدكتور بتاع الروماتيزم طالب، او دكتور العظام طالب، ان يتعمل علاج يدوي وتمرينات علاجيه بالاضافه للعلاج الكهربي. نمره 3، العلاج اليدوي، وده اهم حاجه على فكره. وبقى في تكنيكس ومدارس وما شاء الله اخصائيين العلاج الطبيعي المصريين مبدعين جدا جدا في الموضوع ده. وبالتالي بيبقى مهم جدا ان انا وانا مروح اخد واجب من جلسه العلاج الطبيعي. يعني اخد تمارين هعملها في البيت، اساله على الاوضاع اللي هعملها، همسك القلم ازاي. الحاجات دي بتبقى مهمه جدا. وبقى في دلوقتي كمان حاجه اسمها علاج وظيفي لوحده، ممكن نتكلم فيه بعد كده في فيديوهات قادمه. بعض اخصائيين العلاج الطبيعي بقوا مدربين فيه واخدين رخص عالميه فيه. العلاج الطبيعي كل مرضى الروماتيزم ممكن يعملوه، المهم الطريقه اللي يتعمل بيها. والاهم هو ان احنا نبقى فاهمين انه مش بس وقت الجلسه، لا كمان في تمرينات علاجيه وبعض التعليمات اللي بتبقى موجوده في البيت. عشان كده لو كتب لكم علاج طبيعي ما تخافوش خالص، نروح نعمل جلسات العلاج الطبيعي. كل المطلوب ان احنا نبقى فاهمين الاسس السليمه للموضوع. وطبعا تقييم دكتور العلاج الطبيعي مهم جدا في البدايه، لان بيبقى له نظره من ناحيه الحركه والعضلات ممكن تبقى مختلفه شويه عن الطبيب البشري. ودمتم سالمين.